عطلتوا الدولة 2 و5 أشهر، وجبتوا عهد فاشل من أفشل العهود التي حكمت لبنان 6 سنين، يعني 8 سنين ضيفهم ل 22 سنة من الفشل والقتل والدمار والسرقة عد ما بدك. اخشي جاي تقول ب8 سنين ما حركتوا ساكن لتنقذوا البلد، وانتوا قادرين تنقذوا البلد، قادرين تعملوا دولة، بس انتوا عالم فاشلة كبيركم وصغيركم. اخر شيء الحق على مين؟ الحق على الناس اللي نزلوا ب 17 تشرين، سمعوا للفوضى الامريكية يا شحاري. هون كمان في عجوبة، بدها مين يحلها العجوبة؟ طيب اللي منعوا انه ينجاب الفيول الايراني حتى ناخذ كهرباء 10 ساعات، مين هن؟ وزارة الطاقة لمين؟ إذا وزارة الطاقة بتخاف من أمريكا ما جابت الفيول الإيراني المجاني لناخذ كهرباء، معناته وزارة الطاقة ومن يمثلها هو عميل لأمريكا. هذول هن الوطنيين اللي فشلوا الفوضى الأمريكية ب 17 تشرين. اللي مع أمريكا مين واللي ضد أمريكا مين؟ دلني. إذا هول الوطنيين اللي فشلوا المخطط الأمريكي ب 17 تشرين هن ذاتهم اللي عم يمنعوا جيبان الفيول، فإذا أمريكا معهم والله هن مع أمريكا. وليش أمريكا خلتهم بالحكم؟ أنا يا خيي زلمة ما بفهم سياسي، بس وقت اللي بدك تقلي إنه أنا وقت اللي نزلت 17 تشرين نزلتني أمريكا، بقول لك لا وألف لا. اللي نزلني السرقات، واللي نزلني الكذب، واللي نزلني قتل الناس، واللي نزلني اني مش قادر اجيب دواء، واللي نزلني احراق الاحراش، واللي نزلني فرائض الضرائب، واللي نزلني صعود الدولار، واللي نزلني الذل على محطات البنزين، واللي نزلني الذل على باب الافران، واللي نزلني اني مش قادر احكم بيي بالمستشفى، واللي نزلني قد ما بدي اعد لك ما بخلص. مش امريكا اللي نزلتني ابدا. كانوا يسالوني من 2 3 يا شيخ شو بنعمل؟ قلنا الله كريم، تأملوا بالله خير. هلا بيسألوني يا شيخ ما عاد فينا، لو نحن بنستاهل، شعب بيستاهل كان الله طلع فينا، بس نحن الشعب ما بنستاهل، لأنه نحن إما بنمسح للجوخ أو طاعن بالظهر أو تابع لهم أو بيقبض منهم.